لما نيجي ندخل على مرحله جديده في اول السنه يبقى عندي احساس كده ان اكيد اول درس ده مترتب على حاجه انا خدتها قبل كده، يا اما ناسي يا اما ما كنتش مركز فيها يا اما ما ذاكرتهاش يا اما ما اعرفهاش ما شفتهاش. فبناء على ذلك ببدا بدايه مبنيه على حاجات مش عندي. اسمح لي اقول لك شيل هذه المعلومه من دماغك. في هذا الكورس التاسيسي كل ما هو فاتك من العصر الحجري حتى الان هتلاقينا لمين كل اللي احنا محتاجين منه في الكورس ده. فبناء على ذلك حضرتك محتاج تحضر العده عشان العده تبقى مستعده في الكورس ده هنذاكر فيه مع بعضنا. فلازم تبقى قاعد في قوقعه المذاكره بتاعتك، قاعد على مكتبك، قاعد على ترابيزتك ومستعد ان احنا نذاكر مع بعض. لو انت ما تعرفش هي ايه العده لما قراءه كتابك وشغلك الفضل تروح تجيب دماغك من الثلاجه وتيجي. بدء ده بدء يا بني ادم. محتاج اقول لحضرتك على حاجه لطيفه جدا نعرفها. اساس الكيمستري هم الكلمتين اللي جايين. اساس الكيمستري هي المحاضره دي. محتاج اقول لحضرتك على حاجه. بالنسبه لي الاتومز بتاعت الكيمستري كل ما هو حواليا مكون من اتومز. اوكي، الاتومز دي بقى مختلفه عن بعضها. ليه؟ تيجي تلاقي عندي في الميتالز مثلا عندي ميتال زي الحديد وعندي ميتال زي الجولد، ده رخيص ولونه اسود والتاني لونه ذهبي وغالي جدا. ايه الفرق ما بينهم حضرتك؟ الفرق ما بينهم في الاتومز. طب تحديدا ايه الفرق ما بينهم في الاتومز؟ تحديدا الفرق في عدد البروتونز اللي جوه البوزيتيف تشارج، اللي هي في حاله النيوترال بتبقى ايكوال لعدد الالكترونز اللي بره بتلف حوالين الاتوم. بمعنى اصح ايه؟ تخيل كده معايا هذا التخيل. كل الاتومز اللي موجوده في الكون مكونه من نفس الحاجات، فيها جوه النيوكليس بتاعتها بروتونز ونيوترونز وبيلف حواليها مجموعه من الالكترونز. اسمح لي اقول لك على معلومه تبدو انها معلومه ساذجه جدا ولكن قويه جدا 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 عشان نفهم كل ما هو كيمستري. ما هي هذه المعلومه؟ كل الالكترونز اللي في كل الاتومز واحد، حاجه واحده فقط لا غير، ليها نفس التشارج، ليها نفس الماس. يعني حضرتك الالكترونز اللي موجوده في الاتوم بتاعت الجولد هي اللي موجوده في الاتوم بتاعت الكوبر، هي اللي موجوده في الاتوم بتاعت الحديد. الله. اسمح لي اقول لك معلومه ثانيه. كل البروتونز اللي موجوده في كل الاتومز واحد، نفس الحاجه بنفس التشارج بنفس الماس. الله. كل النيوترونز اللي موجوده في كل الكون واحد. الله. امال ايه اللي بيختلف حضرتك؟ اسمح لي اقول لك ان الاتوم بتختلف من واحده للثانيه حسب عدد البروتونز جوه النيوكليس. والكلام ده لوقت كبير قوي من الزمن كان بيحير يعني بعض العلماء كده كانوا عايزين يحولوا حديد الى ذهب، وكانوا متوصلين لفكره كده نظريه ما بنعرفش نطبقها، ولكن لو عرفنا نطبقها فعلا ده هيحصل. وهو ايه الفرق ما بين الاتوم بتاعه الجولد والاتوم بتاعه الحديد؟ ان الجولد محتاج يبقى فيه جواه بروتونز اكتر من الحديد، فلو نقدر نزود عدد البروتونز جوه النيوكليس بتاعه الحديد هنحوله الى ذهب. دي بدايه الكيمستري بكل بساطه. تعالى بقى ندخل في الموضوع على طول. دايما بحس في الساينس ان انت مظلوم معانا. ليه؟ تالتة اعدادي هذا الدرس مهم جدا 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 جدا، وانا واثق ان انت حتى لو خدته في السنين اللي فاتت مش فاهمه. تعالى بقى نفتفت هذا الدرس ونفهمه بالظبط زي الناس اللي اكتشفت الحاجات دي زمان. تخيل ان كل الماتر اللي في الكوكب او كل الماتر اللي في الكون عموما بتتكون من بارتكل زي دي صغنطوطه خالص، ولكن بارتكل صغنطوطه جدا 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 لا ترى بالعين المجرده. اكشلي في الحقيقه هم مش بارتكل واحده، هم حوالي 3 بارتكلز مختلفين، ومش بارتكلز كده وخلاص، لا بيعملوا اكشن كده معين. يعني لو جبنا واحده تانية بيحصل بتقع، يعني لو جبنا بارتكل ومعاها بارتكل تانية نلاقي ان هم ممكن يتشدوا لبعض. تخيل ان هذا النوع من البارتكلز بيكون الكون كله. تعالى بقى في المحاضره دي هشرح لك حاجه اتشرحت لك مره واثنين وثلاثه واربعه وانت ما فهمتهاش مره واثنين وثلاثه واربعه. هنلم كل الحاجات اللي كانت مكرهاك في الساينس اللي انت ما فهمتهاش صح عشان نفهمها صح ونبدا بدايه قويه جدا جدا جدا. يلا بينا. في واحد قال موال زمان في عبره وفي موعظه. انت تجري وانا اجري واكعبلك بصباعي رجلي. بص يا سيدي تعالى اقول لك، طول عمرنا انت خدتها مره واثنين وثلاثه واربعه في ابتدائي واعدادي خدتها كتير قوي. يقول لك ايه بقى؟ الاتوم مكونه من ايه؟ جواها بوزيتيف تشارج بروتون وبرها نيجاتيف تشارج الكترون، وانت بقى واخد الحته دي دش بصمجها. ويقول لك ايه بقى كمان؟ عدد البوزيتيف تشارج اللي جوه لازم تبقى قد عدد النيجاتيف تشارج اللي بره في النيوترال اتوم. طبعا حضرتك واخدها دش واحده واحده. هفاجئك بحاجه كان المفروض تعرفها من بدري. كل الالكترونز بتاعت اي اليمنت في الوجود واحد، هم نفس الالكترون. نفس لو جبت الكترونيه من اتوم بتاعت اكسجين والكترونيه من اتوم بتاعت كربون هي هتلاقيها تيبيكال توأم. البوزيتيف تشارج اللي جوه النيوكليس اللي كنا بنسميها بروتون، لو جبت بروتونيه من اكسجين على بروتونيه من الجولد مثلا
هتلاقيهم هم واحد تيبيكال. الله، كان في حاجه تاني جوه النيوكليس اسمها نيوترون، ودي كنا بنقول انها نيوترال برضه. لو جبت واحده من هنا على واحده من اي حته ثانيه هتلاقيهم هم واحد. الله، امال ازاي انا عندي فرايتي في الماتيريال؟ الماتر فيه فرايتي كتير. انا عندي حاجه جولد لونها ذهبي، وعندي حديد، وعندي كذا حاجات كتير، وبلاستيك عايز تفهمني يا هندسه ان كل الالكترونز في كل ده واحد؟ تخيل بقى. طب كل البروتونز واحد؟ طب كل النيوترونز واحد؟ تخيل بقى، هثبت لك واحده واحده. بص يا سيدي، الحاجه اللي انت عارفها دي النيوكليس بتاعتنا. معناها ايه النيوكليس بالعربي؟ معناها النواه. يبقى جواها البوزيتيف تشارج بروتونز، حواليها بيلف النيجاتيف تشارج الكترونز. مش هنخش في الموضوع بالتفصيل قوي، هديك الحاجات الاساسيه اللي انا عارف ان مش عندك ولكن احنا محتاجينها في منهجنا مبدئيا كده، عشان عارف بقى انت فاهم ايه. النواه دي، النيوكليس دي يعني مختلفه خالص عن النواه بتاعت المشمش، ملهاش دعوه خالص. ليه؟ النواه بتاعت المشمش حاجه صغنطه كده ومقفوله عليها وجواها حاجات. يعني النيوكليس بتاعت اي اتوم هي عباره عن سفير وهميه اهي. الاصفر ده اوبا سر الكون وقع، هنقعد نلعب بقى مش هنشتغل. النيوكليس دي عباره عن سفير وهميه. السفير الوهميه دي هي اللي جواها مجموعه من البروتونز والنيوترونز. دي سفير مالها وهميه. عندنا الاوربتس وعندنا الالكترونز بتلف. الالكترون بتلف وخلاص؟ لا، كل الكترون ليها مكان في الاوربت بتاعتها بتلف. الكلام ده هندرسه بالتفصيل في الفيزيكس بتاع الثالثه ثانوي. تخيل بقى، في الفيزيكس بتاع الثالثه ثانوي من المتعارف عليه ان الالكترون دي نيجاتيف تشارج والبروتون جوه بوزيتيف تشارج. بيحصل ما بينهم اتراكشن، بيشدوا بعض. بيحصل ما بينهم ايه؟ اتراكشن، بيشدوا بعض. ومع ذلك الاتراكشن اللي بيحصل ما بيخليش الالكترون تقع على النيوكليس لاسباب كتيره بشكل مبسط عشان تبقى فاهمها دلوقتي. لحد ما نيجي في الفيزيكس محتاج تفهم، في الفيزيكس مش في الكيمستري، محتاج تفهمها 100% في الفيزيكس. الموضوع شبه السولار سيستم. تيجي تلاقي كل الكواكب بتلف حوالين الشمس، ومع ذلك على الرغم ان في اتراكشن ما بين الشمس وما بين الكواكب عمر ما الكواكب تقع على الشمس. تيجي تلاقي القمر اللي هو انا يعني، تيجي تلاقي القمر بيلف حوالين كوكب الارض ومع ذلك عمره ما يقع على كوكب الارض، مع ان في اتراكشن فورس ما بين كوكب الارض وما بين القمر. حاجات هنفهمها في الفيزيكس. اللي عايزين نفهمه دلوقتي، الكترون نيجاتيف تشارج. الكترون مالها نيجاتيف تشارج. فين القلم؟ انا وقعت الدنيا وكسرت الدنيا. الالكترون نيجاتيف تشارج. اتفقنا كل الالكترونز اللي في الكون حاجه واحده. جوه عندي البروتون بوزيتيف تشارج اهي عشان بكتب بالاحمر بدل ما نقعد نغير. البروتون بوزيتيف تشارج. معنى كلمه ان الاتوم اللي عندي دي نيوترال بمعنى ايه؟ لو جينا حضرتك دلوقتي قلنا ان احنا في المدرسه عندنا فصل، الفصل ده فيه عدد 10 من الطلاب، 5 منهم اهلاويه و5 منهم زملكاويه. طابع الفصل ده لما اجي اقول بقى الفصل ده السيطره فيه لمين؟ للاهلاويه ولا الزملكاويه؟ على ان الموضوع نيوترال، مفيش سيطره ولا لده ولا لده. ليه؟ عشان عدد الزملكاويه قد عدد الاهلاويه. نقدر نقول ان الالكترونز دي هم الزملكاويه اللي هم يعني فاهم يعني فاهم، والنيوكليس دي البروتونز او البوزيتيف تشارج اللي جوه دي هم الاهلاويه. عمر هو اهلاويه نيوترال. ده يبقى نيوترال. يبقى الطبيعي ان يبقى ده زي ده نيوترال. طيب انت قاعد تودينا وتجيبنا وما فهمتناش يعني ايه اللي كل حاجه، كل الالكترونز شبه بعضها، كل البروتون شبه بعضها، ومع ذلك في اليمنتس كتيره مختلفه. انا عارف ان انت تهت مني، فتعالى بقى ركز معايا. بص في الحته دي بقى، ركز معايا هنا. اللي بيحدد نوع الاليمنت اللي عندي ده البريودك تيبل. عندي هنا ده نقدر نعتبره المطبخ اللي بنكون فيه الاتوم. سيبك من الالكترونز دلوقتي، سيبك من النيوترونز دلوقتي، البروتونز. بص بقى، لو عندي اتومايه جواها بروتون واحده اسمها ايه؟ هيدروجين. لو عندي اتوميه جواها بروتون واحده هيدروجين. بمعنى ايه؟ بمعنى ان احنا الاتوميه اللي ربنا خالقها جواها بروتون واحد ليها سبيكس معينه وليها صفات معينه لوحدها، مفيش اتوم تانية زيها ليها نفس الصفات دي. الهيدروجين صفاته هو هيدروجين. ليه؟ عشان جواه بروتون واحده. هل الالكترونز تفرق؟ لا. طب الهيدروجين ده بيبقى نيوترال ازاي؟ قلنا يبقى نيوترال لما البوزيتيف تشارج تبقى زي النيجاتيف تشارج، يعني يبقى واحده بوزيتيف جوه واحده نيجاتيف بره كده، ده نيوترال. طب واحده لو عندي اتوميه تاني بقى، او لا بلاش يا عم، هنفرض ان احنا عندنا القدره لذلك، وده مش موجود على ارض الواقع، ان احنا نخلي الهيدروجين ده جواه 2 بروتون في النيوكليس. جواه ايه؟ جواه 2 بروتون، وسحبنا بروتون ثانيه وحطيناها جوه النيوكليس. قلب على ايه؟ على طول على اليمنت ثاني خالص، على الهيليوم. ايه ده؟ يعني نفس البروتونز هي اختلاف بس عدد البروتونز الموجوده جوه النيوكليس هي اللي بتحدد نوع الاليمنت. تخيل بقى. طب عشان يبقى نيوترال جوه 2 بوزيتيف تشارج يبقى بره في 2 نيجاتيف تشارج. حلو. طب نجرب واحده. لو خليناها 3 نيجاتيف تشارج هيليوم زي ما هو، لو خليناها 4 نيجاتيف تشارج هيليوم زي ما هو،
نرجع دول مكانهم بقى. يبقى المتحكم في الاليمنت ان هو يبقى الاليمنت ده ايه؟ عدد البروتونز اللي جوه. طبعا حضرتك لو قلت لك سر الطبخه دي وارد جدا بقى حد بقى من العلماء بقى يشغل دماغه يقول لك بس لو بنعرف نزود البروتونز جوه ونظبط البروتونز جوه، تعالى بقى هات لي البريودك تيبل بقى وشوف الجولد فيه كام بروتون، واعمل لي بقى هات لي شويه هيدروجين موجودين في كل حته وحولهم لجول. الكلام ده نون ابليكابل حتى الان، العلم لم يتوصل الى ذلك. احنا بنعرف نعمل انشطار للنيوكليوس دي ونعمل لها فيوجن ونكسرها ونخليها اصغر وبتاع. ده النيوكلير بومب والقصه مش بتاعتنا دلوقتي، مش عايزين نتكلم فيها عشان الموضوع خطر، لا باش ان احنا نتكلم في حاجه زي كده دلوقتي. ولكن اللي عايز اوصله لك نوع الاليمنت بيتحدد بناء على ايه؟ البوزيتيف تشارج اللي جوه اللي بنسميها بروتون. لو 3 يبقى ليثيوم، لو 4 بريليوم، لو 5 يبقى بورون. يبقى كل الاليمنتس اللي موجوده اللي ربنا خالقها نفس الالكترونز، نفس البروتونز، نفس النيوترونز، ولكن عدد البروتونز اللي جوه النيوكليوس هو اللي بيفرق. طيب لازمه النيوترونز ايه؟ النيوترونز بتبقى موجوده بعدد معين جوه النيوكليوس، دي بتعمل لي ستابيليتي للنيوكليوس. عندي 5 بروتونز يبقى بتكلم على اليمنت وهو البورون. طيب النيوترونز لازمتها ايه؟ النيوترونز لازمتها ايه؟ بتعمل لي ستابيليتي، تعمل لي ستابيليتي للاتوم دي. الاتوم دي نون ستيبل، بتحتاج عدد معين من النيوترونز هو اللي بيمسك هذه الطبخه ويخلي البروتونز ماسكه بعضها، وستيبل مفيش قلق، ستيبل مفيش قلق. طيب اللي بيغير الاليمنت ايه؟ البروتونز. كل مجموعه او كل عدد من البروتونز بينم، وبليه معنى ان ده اليمنت تاني مختلف خالص. طبعا هي انستيبل ليه؟ نيوترونز مش كفايه، زود نيوترونز هتلاقيها بقت ستيبل. ده ليه علاقه بالنيوكليير انرجي، مش هنتكلم فيه دلوقتي، ليه درس وهنتكلم فيه. فهمنا الكلام؟ هلم لك الموضوع كله في 30 ثانيه. كل الالكترونز اللي ربنا خالقها في الكوكب في المجره كلها، في اليونيفرس كلها واحد. كل البروتونز هم واحد، كل النيوترونز واحد. اللي بيفرق اليمنت عن الثاني عدد البروتونز اللي جوه. عشان نبقى نيوترال لازم يبقى عدد البروتونز ايكوال لعدد الالكترونز. ده كده مش نيوترال. عايز تخليه نيوترال لازم العدد بره ده كده بوزيتيف ايون بنسميها، هفهمك دلوقتي. نخليها نيوترال ازاي؟ لازم عدد بره، انما انا ناسي في كام جوه، لازم نخلي بره قد اللي جوه. حلو الكلام؟ طيب ده كان الفيرست ليفل. الفيرست ليفل ده الماكسيمم نمبر اوف الكترونز اللي بيشيله 2، هو كده مستقر. بنعتبرها كانه فصل مدرسه هو فيه كرسيين بس، فهو ما ينفعش يبقى فيه اكتر من 2 ستودنتس. الليفل اللي بعده بيشيل لحد كام ستودنت؟ بيشيل لحد 8 ستودنت. فاهمان؟ تعال بقى نبص على حاجه كمان. لو جبنا يا سيدي اتوميه خفيفه لطيفه ظريفه زي مثلا الليثيوم. الليثيوم عندها 3 بروتونز في النيوكليس. عشان تبقى نيوترال لازم يبقى عندها كام الكترون؟ لازم يبقى عندها 3 الكترون. نبص للموضوع ازاي؟ نفس فكره الفصل. حضرتك لو عندك فصل فيه 6 ستودنت، 3 اهلاويه و3 زملكاويه، نقدر نقول الوضع الغالب على الفصل، المسيطر على الفصل، الاهلاويه ولا الزملكاويه؟ ما نقدرش، يبقى ده نيوترال. طب لو فرضنا ان عدد الاهلاويه اعلى واكبر من عدد الزملكاويه، يعني عندنا 3 بروتون وعندنا 2 الكترون بس، يبقى الطابع المسيطر على هذا الفصل الاهلاويه. البروتون الاهلاويه دي اللي كانت التشارج بتاعتها ايه؟ بوزيتيف. عشان كده حاجه زي كده ليثيوم برضو، ولكن مش اتوم ليثيوم عاديه، بنسميها ليثيوم ايون او ليثيوم بوزيتيف ايون تحديدا. طب فرضا يعني ان هذا الفصل يعني المسيطر فيه واللي عنده عدد اكبر هم الزملكاويه. فرضا، تخيل، الساينس محتاج تتخيل، يعني تخيل ان المسيطر مثلا في مره من المرات زملكاويه. ما بيحصلش على ارض الواقع بس ما علينا. اذا التشارج بتاعت الزملكاويه هي اللي بتسيطر. اللي هي ايه التشارج بتاعت الزملكاويه؟ هي التشارج بتاع الالكترون، اللي هي ايه؟ اللي هي النيجاتيف تشارج. يبقى ساعتها هذا النوع من الايون بنسميه الطاغي عليه النيجاتيف تشارج، فاسمه ليثيوم نيجاتيف ايون. دي الفكره الجنرال لكل ما هو اتومز. يبقى احنا عندنا نيوترال اتوم، عدد الشارج اللي جوه زي عدد الشارج اللي بره. لو مش نيوترال هتبقى يا اما بوزيتيف ايون يا اما نيجاتيف ايون، بوزيتيف ايون كاتايون يا اما نيجاتيف ايون انايون. دي الفكره العامه. طيب تعال نبص على حاجه قويه جدا. زي ما قلت لك اللي بيفرق اليمنت عن اليمنت عدد البروتون اللي جوه، ولو بنقارن ما بين اليمنتس نيوترال لازم عدد البروتون يبقى قد عدد الالكترونز. الكلام ده ابتدى مع البني ادم من زمان قوي، بدايه اكتشاف البيزكس بتاعت الساينس. اول لما قدر يشوف ويصور جوه النيوكليس ان في بوزيتيف تشارج وبروتون والكلام ده، ابتدى يفهم الكلام ده. البريودك تيبل اللي انت خدته بقى، وجدنا هناك بعض
جروب من الاليمنتس الاوتر موست شيل. انت طبعا فاهم قصه الشيل دي، اول شيل بتشيل 2 الكترونز بس، اللي بعديها بتشيل 8، اللي بعديها بتشيل 8. وجدنا ان في بعض الاتومز وبعض الماتيريال الاتوميه بتاعتها في الاوتر موست شيل بتشيل يا اما الكترونيه واحده يا اما 2 يا اما 3، مع ان هذه الشيل تقدر تشيل لحد 8 الكترونز في الظروف العاديه. بصينا لقينا الاليمنت اللي عندها في الاوتر موست شيل واحده الكترون او 2 أو 3 ليهم شويه سبيكس مع بعض كده وطابع خاص بيهم الى حد ما شبه بعض في حاجه معينه او في عده حاجات مش موضوعنا دلوقتي. قلنا عليهم دول جروب سميناهم ميتاليك. هنا عاكسين الاسامي، سميناهم ميتاليك اتومز. ميتاليك اتومز عندها في الاوتر موست شيل يا 1 يا 2 يا 3. خلي بالك الاسامي دي معكوسه. بالمناسبه البي دي اف ده هتلاقيه موجود على جروب الواتساب. في نفس الوقت لقينا بعض الاليمنتس تانية شبه بعض في شويه اتيتيود وشويه سبيكس، وشبه بعض في التصرفات، شبه بعض في حاجات كتير قوي. لما جينا نركز بقى ونبص بعمق اكتشفنا ان الاليمنتس اللي شبه بعض دي عندها في الاوتر موست شيلز بتاعتها يا اما 5 الكترونز يا اما 6 الكترونز يا اما 7 الكترونز. 5 6 7 سميناهم كجروب على بعض نون ميتالز. اصحى للكلام، سميناهم ايه؟ نون ميتالز. عاده اي كيميكال رياكشن بتحصل في الاوتر موست شيل، عشان كده تلاقينا مش مهتمين قوي بالحاجات اللي جوه دلوقتي. بنتكلم على ايه؟ الاوتر موست شيل. طب يبقى واحده واحده كده، واحده واحده عشان نظبط الكلام قبل ما ندخل على النقطه. كل الاليمنتس فيها نيوكليس وفيها اوربت حواليها بيتلف فيها شويه الكترونز. الالكترونز كلها شبه بعض، البروتونز شبه بعض اللي هي بوزيتيف تشارج جوه النيوكليس. اللي بيفرق اليمنت عن الثاني عدد البروتونز اللي جوه، وبالتالي لو بنتكلم عن نيوترال يبقى برضو عدد الالكترونز اللي بره. طب هل دي كل الاليمنتس اللي حوالينا كده؟ طب هل انا عندي elements بس؟ لا، ما عنديش elements بس، ده انا عندي حاجات تانية اسمها compounds. يعني ايه compounds دي؟ دي تعتبر molecules مكونه من اكثر من element، يدوك ماتيريال تانية خالص. تخيل بقى. طب زي ايه؟ مثلا عندك الصوديوم اللي هو Na، ده صوديوم، وعندك كلورين اللي هو Cl مثلا، ده كلورين، ده element وده element، ده ليه شكل وده ليه شكل، ده ليه سبيكس وده ليه سبيكس، ده ليه مواصفات وده ليه مواصفات. لما ييجوا يعملوا كيميكال رياكشن مع بعض ويعملوا لي NaCl بيطلعوا لي ملح، حاجه ثالثه خالص ليها شكل تاني خالص وليها مواصفات تانية خالص، NaCl. تخيل بقى. يبقى اذا الماتر ممكن نلاقي فيها كمان، انا بكلمك على الحاجه اللي بشوفها بعيني، في اشكال كتيره قوي جايه نتيجه تركيبات بقى، اليمنت مع اليمنت، اتوم مع اتوم، 2 اتوم مع اتوم، 3 اتوم مع اتوم. خش في الاورجانيك بقى حاجات كتير قوي مع بعضها، مش قصتنا دلوقتي. عشان نفهم هذه التركيبات بتيجي ازاي. هل هذه التركيبات لو جبت اي اليمنت مع اي اليمنت حبستهم مع بعض اجباري يعملوا كيميكال رياكشن ويتفقوا مع بعض يطلعوا لك كومباوند؟ لا. تعال بص معايا. هناك نوع من الروابط ونوع من البونز ما بين الاليمنت والثانيه. اشهر 2 بنستخدمهم دلوقتي واحده واحده. الكوفالنت بون. ما هو الكوفالنت بون وما هو سر الكوفالنت بون؟ اي اليمنت واي اتوم في الدنيا بيبقى ليها هدف واحد، هي بتبحث عن الاستقرار، ستابيليتي. عايزه تستقر، تبقى ثابته كده، في ستابيليتي، مستريحه نفسيا. طب في ستابيليتي يعني ايه؟ هتروح تكون اسره بقى وتتجوز بقى وتجيب عيال وبتاع مش عارف ايه، استقرار بقى. بهزر معاك بعد اذنك. انا التيتشر دلوقتي وقلش براحتي. خلي بالك ده مش قلش يعني. فين زمن القلش بتاع زمان؟ كنت اقعد قصاد المدرس بتاعي يديني قلشه من دول تيجي في نص دماغي، اقعد ل 4-5 ايام مصدع باخد بنادول عشان تبقى عارف يعني. دلوقتي ده قلش خفيف يعني كده عشان نفك الدنيا ونذاكر مع بعضينا. في رحله البحث عن الاستقرار يجي اليمنت زي كده. انا بتكلم اللي راسمهولك ده الاوتر موست شيل، ماليش دعوه بقى باللي جوه، ده اللي بيحصل فيه كيميكال رياكشن. يجي اليمنت زي كده عنده في الاوتر موست شيل 7 الكترون. طب الاوتر موست شيل ده اللي عند الاليمنت ده بيشيل كام اصلا؟ بيشيل 8 الكترون. يجي واحده ثانيه الناحيه الثانيه برضو عندها 7 الكترونز وهي اصلا بتشيل 8. طالما عندها 7 الكترونز يبقى تبع عيله الميتالز ولا النون ميتالز؟ واحنا قلنا 5 6 7 نون ميتالز، يبقى الاثنين دول نون ميتالز. يبقى الكوفالنت بوند اللي لسه هنتكلم عنه بيحصل ما بين 2 اتومز او اكتر بيكونوا نون ميتالز. ده عنده 7 وفي مكان فاضي، وده عنده 7 وفي مكان فاضي، والاثنين نفسهم يكملوا الاستاف ويبقوا كاملين جاهزين عندهم ال8 عشان ما حدش يعايرهم، عشان ما تجيش حاجه اتوميه ثانيه عندها 8 في الاوتر موست شيل تعايرهم بقى ولا حاجه. نفسهم يبقى عندهم ال8 يعني. يقعدوا يفكروا مع بعض، ينزلوا يقعدوا على القهوه، يجيبوا كوبايتين قهوه كده ويقول لك بس نعمل مشروع، نفتح شركه. طب لما نيجي نفتح شركه هنفتح شركه ازاي؟ ده قال له، ده جاء قال انا هدخل في الشركه دي باتوم من عندي، وده قال انا هدخل باتوم من عندي. يبقى كده الشركه فيها كام اتوم؟ يبقى كده الشركه فيها 2 اتوم اهم. 2 اتوم، واحده جايه من هذا الشريك وواحده جايه من هذا الشريك.
طب ايه الهدف من الشركه اصلا؟ بص بقى الهدف من الشركه ان لو جه الاتوميه اللي هي رقم بي دي لوحدها راحت قابلت اي اتوم تانية، فالاتوم التانية دي سالتها عندك كام الكترون في الاوتر موست شيل، هتقول لها بص يا اتوم يا تانية والله والنبي كده انا عندي كام الكترون؟ 1 2 3 4 5 6 7 8. انا عندي 8 الكترونز في الاوتر موست شيل. طب دي اهو راحت قابلت حد برضه بتقول له انا عندي كام؟ عندي 8 في الاوتر موست شيل. ده فكره الكوفالنت بوند. ركز معايا في الحته دي. 2 نون ميتال كل واحده فيهم عندها 7 الكترون في الاوتر موست شيل بتعمل سنجل كوفالنت بوند، واحده من هنا على واحده من هنا عشان يبقى عندهم 8. معلومه لو ما فهمتهاش دلوقتي مش محتاجينها دلوقتي. لو عندي نون ميتال تاني في 6 بس في الاوتر موست شيل بيعمل حاجه اسمها الدبل كوفالنت بوند، بيدخل ب2 وده بيدخل ب2. فهو اعتبر دي مش موجوده واعتبر دي مش موجوده. هو عنده كام؟ 1 2 3 4 5 6 يدخل ب2 دي ودي، وده يدخل ب2 دي ودي عشان يبقى المشترك كام في النص؟ 4. ولكن لما تيجي تعدهم هتلاقيهم 4 وهنا 1 2 3 4 دول 8، 4 وهنا 1 2 3 4 دول 8. ما فهمتهاش دلوقتي مش محتاجينها. انا قلت بقى بالمره ادي لك بقى نفسي افتح لك بقى ما علينا، بلم لك اللي انا محتاجه بس في منهجنا. طب لو نون ميتن عنده 5 في الاوتر موست شيل هيعمل تريبل كوفالنت بوند، مالناش دعوه دلوقتي. انا بفهمك فكره الكوفالنت بوند. يبقى اذا فكره الكوفالنت بوند هناك الكترونز مشتركه جايه من الاثنين، والاثنين دول اقوياء زي بعض، عشان كده بيعتبر الكوفالنت بوند قوي شويه، لان ولا ده هيسيب الالكترونز بتاعته ولا ده هيسيب الالكترونز بتاعته، بقوا مشتركين ما بين الاثنين. عندنا نوع تاني من البوندز. ايه النوع التاني من البوندز؟ الايونيك بوند. الايونيك بوند بقى يا سيدي مختلف شويه ازاي؟ الكوفالنت بوند كانت 2 اتومز اقوياء، ولكن في الايونيك بوند في الاغلب بتبقى في اتوم ضعيفه واتوم قويه. بمعنى ايه؟ في الاوتر موست شيل بتاعتها، برضو بتكلم على الاوتر موست شيل، فيها الكترونية واحدة، واتوم تانية في الاوتر موست شيل فيها 7 الكترونز. لك ان تتخيل الشيل ده قلنا نعتبره فصل، كلاس المدرسة. عندك فصل في المدرسة بيشيل 8 طلاب واكشلي جواه 7 طلاب في ديسك واحد فاضي، وعندك فصل تاني بيشيل 8 طلاب برضو وجواه طالب واحد بس. تيجي تلاقي فجأة كده اول لما الفصلين يجوا جنب بعض كده، او المدير يشوف الفصلين جنب بعض كده يقول لك بس النور ده في كهرباء في الفصل ده وفي كهرباء في الفصل ده، هنا في نور وهنا في نور. طب ما الاسهل اخد هذا الطالب اللي في الفصل ده لوحده عشان يطفي النور بقى في الفصل واوفر وكده، واوديه ما في مكان فاضي هناك واوديه. ده اللي بيحصل فيه ايونيك بوند. هذا الفصل اللي فيه 7، ودي اتوم بنعتبرها اتوم مفتريه شويه، بتقدر تشد. خدت الستودنت اللي هنا او خدت الالكترونيه اللي هنا عافيه، خدت الالكترونيه اللي هنا عافيه، فبقى يا عيني هذه الاتوم ما عندهاش الالكترونيه دي. هل حتى الان في ايونيك بوند؟ لا. تعالى اوريك الايونيك بوند بقى بيجي منين. ركز معايا. الطبيعي في الشكل اللي زي ده لما بيبقى نيوترال، واحنا بنعتبر ان هو نيوترال على طول، عندي جوه النيوكليس كام بوزيتيف تشارج وبره كام بوزيتيف تشارج؟ بره عندك 7 نيجاتيف تشارج، 1 2 3 4 5 6 7، يبقى 7 نيجاتيف تشارج. يبقى جوه عندك 7 بوزيتيف تشارج. 7 و7 يبقى نيوترال، اهلاويه زي زملكاويه حيادي. طب لما هذا المفتري يسرق الالكترونات التانية دي هيبقى عنده ايه زياده؟ ده النيجاتيف تشارج هتزيد واحده مش بتاعته، بس هو بالنسبه له النيجاتيف تشارج زادت ايه؟ زادت واحده، فبدل ما هي 7 بقت 8. ال8 اكتر من ال7، يبقى نقدر نقول التشارج المسيطره النيجاتيف تشارج. بمعنى ايه؟ بمعنى ان ده ما بقاش نيوترال، ده بقى التشارج بتاعته النيجاتيف، يعني نيجاتيف ايون. في نفس الوقت ده كان عنده واحده بوزيتيف تشارج جوه. انا بقول لك مثلا، يعني انا بتكلم عن الاوتر موست شيل. ممكن لو بنتكلم عن الاوتر موست شيل حاجه زي الهيدروجين، هو اصلا ما عندوش غير شيل بتشيل 2 مثلا، نعتبر ده مجازيا، يعني خليك ماشي معايا واحده مجازيا. بوزيتيف تشارج واحده جوه النيوكليس، نيجاتيف تشارج واحده بره. لما يتسرق منه النيجاتيف بتاعته، النيجاتيف تشارج بتاعته، كده معناه ان هو بقى عنده 0 نيجاتيف تشارج وجواه واحده بوزيتيف تشارج. يبقى التشارج اللي هتبقى غالبه هنا اللي هي ايه؟ اللي هي بوزيتيف تشارج. فكره البوند نفسه هي الاتراكشن بتاعت الماجنت، اتراكشن ما بين التشارج بوزيتيف والتشارج نيجاتيف.
زي ما انا عملت لك من شويه. راحت فين؟ استنى اوريك. زي ما انا عملت لك شويه، ده ماجنت يا سيدي، ده ماجنت بوزيتيف تشارج ونيجاتيف تشارج. اللي بيحصل اتراكشن. ده شكل البوند بالظبط، هو في اتراكشن ما بينهم. غير الكوفالنت، الكوفالنت كان في شركه ومشتركين في الكترونز، ولكن الايونيك اتراكشن ما بين التشارج، اتراكشن ما بين الايونز. ده الايونيك بوند بكل بساطه. سريعا، كوفالنت بوند بيحصل ما بين نون ميتال ونون ميتال، بيحصل ما بين الاتومز اللي هي عندها في الاوتر موست شيل يا اما 5 يا اما 6 يا اما 7 الكترونز. ايونيك بوند لازم تبقى واحده ميتال وواحده نون ميتال، واحده بتلوز وتاخد على قفاها وتخسر الكترون او 2 او 3، لان الميتال فيها واحده ولا 2 3، والثانيه بتسرقها، الثانيه مفتريه. يتحولوا، اللي خسرت بتبقى بوزيتيف ايون، اللي كسبت بتبقى نيجاتيف ايون. البوزيتيف والنيجاتيف بيتشدوا لبعض. دي لما تتاخد الالكترونيه بتاعتها، انت فاهم، بتبقى ماسكه كده في الالكترونيه والنبي يا عم سيب لي الالكترونيه بتاعتي، فهي كده كانها ايه، رايحه مع الراجل. التاني مش همه بقى، التاني شدتها معاه، شد الالكترونيه والتانيه ماسكه في الالكترونيه شدتها معاه، فمش فارقه. اكزامبل للميتالز عشان نفرق لك بقى، عشان نبقى فاهمين. اكزامبلز للميتالز، تيجي تلاقي حاجه زي الصوديوم عندها الكترونيه واحده في الاوتر موست شيل. اللي بيفرق ما بين اليمنت والتاني اتفقنا عدد البروتونز اللي جوه. كل الحاجات طالما دي مش ايون يبقى نيوترال، يبقى تقدر تعرف عدد البروتونز اللي جوه من عدد الالكترونز. غيرت في عدد البروتون يبقى غيرنا في الاليمنت نفسه. ولكن المشترك في الميتالز الاوثر موست اوربت. صوديوم في واحد في الاخر، بوتاسيوم علامته الكي، السيمبل بتاعته كي، فيها واحد في الاخر. زنك عنده 2 في الاوتر موست شيل. الالومنيوم عنده 3 في الاوتر موست شيل. كوبر عنده واحده في الاخر. الاتش جي ده اللي هو الميركوري عنده 2 في اخر شيل. جميل. طيب نخش على حاجه تانية لطيفه. صديقي العزيز، روح مشي رجلك بريك دقيقتين، افتح باب الثلاجه، طلع ازازه ميه، خد لك بق ميه، حطها تاني في الثلاجه واقفل وتعالى عشان نخش على بارت تاني قوي جدا ومهم جدا. روح وتعالى مستنيك. البولي اتوميك ايون، واحده واحده بقى كده. بناء على انا عندي كام الكترون في الفالنسي في اخر شل خالص، بيتحدد عليها. تيجي تلاقي في اليمنتس معينه واتومز معينه عندها قدره فظيعه ان هي تعمل مولكيولز مع بعض، وتلاقيها في الكيميكال رياكشنز متكرره كتير. اول لما تلاقي كذا وتلاقي كذا في الاغلب بيطلعوا لي ووتر، اول ما تلاقي كذا وتلاقي كذا تلاقيهم مطلعين لي سولت. في حاجات كده بتتكرر. الكيميكال رياكشنز بكل بساطه عباره عن ايه يا سيدي؟ يا سيدي اوتر موست شيل واوتر موست شيل بيتفقوا عشان الاثنين يوصلوا حاله ستابيليتي. من ضمن الحاجات اللي بنسميها بولي اتوميك ايونز، وهنفهم يعني ايه بولي اتوميك ايونز دلوقتي. من اشهر البولي اتوميك ايونز، من اشهر البولي اتوميك ايونز الهيدروكسيد ايون. واحده واحده كده. هيدروكسيد او اتش، واحده هيدروجين واحده هيدروجين. واحده ايه واحده هيدروجين واحده اكسجين. بص بقى يا سيدي، الاكسجين يا سيدي عنده كام الكترون؟ عنده 8. متوزعين ازاي؟ 2 في اول شيل، خلينا على اخره كومبليت، والشيل الثاني عنده 6. ادي الاوتر موست شيل بتاع الاكسجين في كام؟ في 6 الكترونز. الهيدروجين يعني هو عنده الكترونيه واحده في اول شيل. عاده اي كيميكال رياكشن داخل فيها اكسجين وداخل فيها هيدروجين هناك رغبه فظيعه ان الاثنين مع بعض يخشوا في كيميكال رياكشن، فعلى طول بتلاقي حصل ايه؟ دخلوا في كيميكال رياكشن، والاكسجين شدت الالكترونيه بتاعت الهيدروجين خدتها معاها عشان يبقى عندها كام الكترون؟ عندها 7 الكترون. دي الحاجات الشائعه اللي بتطلع على طول، اكسجينيه هيدروجينيه بيشدوا بعض على طول. طب ركز معايا بقى كده، ركز معايا كده. الاكسجين عنده في الشيل ده كام؟ 7. طب الشيل ده اصلا بيشيل كام؟ بيشيل 8. الاليمنت، الاتوم، اي اتوم بتبحث عن ايه؟ الاستقرار، عايزه توصل لمرحله الاستابيليتي، مستقره. مرحله الاستابيليتي دي يبقى عندها الاوتر موست شيل بتاعتها كومبليت مليان على اخرها، يا اما فاضي خالص. كومبليت لازم يبقى كومبليت عشان ابقى مستقر كده خلاص. وانس ان تكون عندي او كيميكال رياكشن فيها هيدروكسيد او اتش على بعض، بيبقى في رغبه فظيعه ان هذه الموليكيول على بعضها تشد الكترونيه من اي حته تاني. وفعلا بتنجح انها تشد الكترونيه من اي اليمنت حواليها عشان تزود الالكترونيه التامنه عندها وتوصل لحاله استابيليتي. طب كل ده على بعضه كان في الاول، ركز معايا هنا عشان الفكره هنا ان احنا مش بنبص على الاليمنت لوحده. كل ده على بعضه كان في كام بوزيتيف تشارج؟ كان عندي الهيدروجين في واحده بوزيتيف تشارج جوه، واحده، وكان عندي الاكسجين في 8 بوزيتيف تشارج.
يبقى كله على بعضه في كام بوزيتيف تشارج؟ في 9 بوزيتيف تشارج. طيب النيجاتيف تشارج ادي 1، والاكسجين قلنا 2 في اول ليفل و6 في الليفل اللي بعديه يعني 8، يبقى 1 زائد 8 يعني يدينا 9 نيجاتيف تشارج. يبقى من غير ما ارسم دي اهي، من غير ما ارسم دي الاو اتش على بعض نيوترال، ولكن ما بيفضلش كده كتير، عنده رغبه فظيعه ان هو يشد اي الكترونيه تانية، فساعتها هياخد الالكترونيه دي يحطها على 9. انا بكلمك على الهيدروكسيد كلها على بعض، هتاخد الالكترونيه تحطها على 9 عشان يبقى عندها 10 الكترونز، يعني 10 نيجاتيف تشارج، يعني الطابع بتاع الاو اتش على بعضها نيجاتيفلي تشارج. عشان كده دايما بنلاقي الاو اتش عليها نيجاتيف واحده، لان النيجاتيف تشارج بالالكترونيه واحده زياده، وبتبقى كلها على بعضها بنسميها نيجاتيف ايون. عاده عندي جروبس شبه دي بقى، كلها جروبس من الايونز. لما بنيجي نتعامل معاها في الايكويشن بنتعامل كانها جروب على بعضه، لان هم الشد ما بينهم والبوندنج ما بينهم قوي جدا، فبنتعامل على اساس انها، الكلام ده مش دقيق قوي، ولكن كانها اتوميه على بعضها. طب جروبس زي ايه؟ واحده واحده كده هفهمك البولي اتوميك ايون واحده واحده. عندك جروب زي ايه؟ ال NO3. ال NO3 ايون انا بعتبرها هي دي، خلي بالك دي في بوند ما بين واحده نيتروجين و3 اكسجين، في ما بينهم كوفالنت بوند. ركز في نوع البوند اللي ما بينهم، كوفالنت بوند. ولكن لما باجي اتعامل معاها في الكيميكال رياكشنز بتعامل في الاغلب كانهم جروب على بعض، كانها اتوميه واحده، ولكن عليها نيجاتيف 1 هنا، يعني عندها الكترونيه زياده. نيجاتيف ايه؟ نيجاتيف 1، عندها الكترونيه زياده. طب بمعنى ايه تاني عشان انت سرحت مني؟ ال NO3 لو اعتبرناها الكترونيه على بعض، الكلام ده يعني فاهم؟ عشان افهمك وببسطها لك، بس لو اعتبرناها الكترونيه على بعض هنلاقي الاوتر موست شيل بتاعها وهي نيوترال في 7 الكترونز. طب الاوتر موست شيل اصلا ده بيشيل كام؟ بيشيل 8، وبتنجح فعلا انها تسرق التامنه. التامنه بتيجي هنا، والتامنه دي هي اللي بتبقى زياده، عشان كده بيبقى عندي واحده الكترون زياده، يعني اللي تشارج بنقول نيجاتيف 1، يعني النيجاتيف تشارج هي اللي سابقه، هي اللي مسيطره بفرق واحده اللي هي الالكترونيه اللي سرقتها. عندك جروبس تاني، الاس او 4. الاس او 4 يا سيدي بنعتبره لما نيجي نتعامل معاه في منهجنا، الكلام ده غير دقيق بس عايز افهمك، بنعتبره كانه اتوميه على بعضه لوحده. لما بنيجي نبص تركيباته بنعتبره اتوميه على بعض، بنلاقي ان هو عنده 6 في الاوتر موست شيل، ناقص له 2 فعلا بينجح انه يسرقهم، فيبقى عنده 2 اتوم زياده، يعني التشارج اللي بتطغى عليه هي النيجاتيف. طب نيجاتيف كام؟ نيجاتيف 2، عشان 2 الكترونز زياده. عشان كده الاس او 4 بنعتبره كانها على بعض، هو جروب وايون على بعضها، ولكن بنعتبرها انها على بعض عباره عن اتوم الاوتر موست شيل بتاعتها فيها 6 ناقصها 2 بتكافح وبتفايت تروح تسرق الاثنين دول. الاثنين دول لما بيجوا بيخلوا عدد التشارجز النيجاتيف اعلى ب2، ما تبقاش نيوترال بقى، بتبقى ايون، عشان كده بتلاقي عليها نيجاتيف 2 فوق. جروبس ايه تاني مهمه عندنا؟ الهيدروكسيد اللي شرحتها لك فوق بالتفصيل، نيجاتيف 1 بنعتبرها لان اتش 4 بوزيتيف 1. بوزيتيف 1 دي ليه بقى؟ هقول لك بوزيتيف 1 دي ليه. زي ما عندي جروبس بالنيجاتيف في جروبس بالبوزيتيف. الان اتش 4 على بعضها بعتبرها كانها اتوم، لو بصيت عليها خارجيا كده الاوتر موست شيل بتاعتها فيها فالنسي الكترون واحد، فبتبقى عايزه توصل لمرحله استابيليتي، فبتجري عايزه توزع الالكترونات بتاعتها باي طريقه، هترميها على اي كومباوند جنبها ولا اي اليمنت جنبها تروح مديها له. لما ترميها على اي كومباوند جنبها ولا تخلص من الالكترونيه دي، قبل ما تخلص كان عدد البوزيتيف قد عدد النيجاتيف. بكلمك على التشارجات، خلصت وقلت قل منها تشارجايه نيجاتيف بتاعت الالكترون، يبقى انهي الطابع الغالب عندها؟ البوزيتيف تشارج. بفرق قد ايه؟ بفرق تشارج واحده، يعني عدد البوزيتيف بروتونز ازيد من الالكترونز بواحده، عشان كده بنحط عليها بوزيتيف 1. دي الفكره كلها. ايه تاني؟ السي او 3 بيبقى نيجاتيف 2. نلخص الحته دي برضو في كام ثانيه كده في السريع. في جروبس على بعض مشهوره جدا بتتكرر معايا في الكيميكال رياكشنز، وصلت لمرحله بعتبر الجروب دي كانها هي مش اتوم، ممكن تتفكك وممكن، ولكن لما بلاقيها بعتبرها كلها كانها اتوم. الجروب دي بتبقى حاجه من الاثنين، يا بتسرق كام الكترون فالتشارج بتاعتها النيجاتيف بتزيد، بحط نيجاتيف
وعدد الالكترونز هي سرقتها، يا بتخسر الكترونيه مثلا فعدد النيجاتيف تشارج بتقل الكترونيه فبحط عليها بوزيتيف 1 لان معناها البروتونز او البوزيتيف تشارج ازيد بواحد. بكل بساطه الكلام ده هنحتاجه في ايه؟ الكلام ده هتفهمه لما ندخل في المنهج، وهتدعي لي في ثانوي، خلي بالك هتدعي لي في ثانيه ثانوي وثالثه ثانوي على شويه الكلام دول، هتدعي لي جدا. اخر بوينت بسيطه عايزك تظبطها، مش هطول عليك هذه السيشن، يعني في الكيميكال بالانسنج بتاعت الايكويشن عندك حاجه زي الاكسجين مثلا، تيجي تلاقي عمرك ما تلاقي في الطبيعه اكسجين لوحده، تلاقيه ايه؟ تلاقيه O2، ما تلاقيهوش واحده اكسجين لوحدها، تلاقيها في شكل ايه؟ على طول تلاقيها O2. طب ليه O2؟ لو جينا بصينا حضرتك الاكسجين في الطبيعي لسه واخدين دلوقتي ان هو عنده كام الكترون؟ عنده 8 الكترون، 2 في الشل الاولانيه وفي الشل الكبيره اللي بعدها عنده 6. 1 2 3 4 5 6. ناقصه كام واحد عشان يوصل لمرحله استابيليتي؟ ناقصه 2 لان عنده 6 والشل دي بتشيل 8. اكسجينيه كمان جنبيها على طول اهي عندها 2 في اللي جوه وفي اللي بره عندها كام؟ 1 2 3 4 5 6. عايزين يوصلوا لمرحله استابيليتي، فبالتالي يقول لك هنعمل شيرنج، هنعمل كوفالنت بوند. انا هدخل ب2 في الشركه دي والاتوميه الثانيه الاكسجين برضو هتدخل ب2 عشان لما نيجي نبص الاتوميه دي عندها كام واحده في الاوتر موست شيل نلاقيها 1 2 3 4 5 6 7 8، والثانيه لما نيجي نبص عليها نلاقيها عندها 1 2 3 4 5 6 7 8. ستيبل، وصلت لمرحله استابيليتي. قصاد الناس انا عندي 8 انا مكمله كومبليت الاوتر موست شيل بتاعتي. عشان كده مجرد ما يحصل اي كيميكال رياكشن تطلع اتوميه اكسجين واتوميه اكسجين على طول يمسكوا في بعض يطلعوا لي O2. عندك كام إيليمنت بالطريقه دي؟ عندك 7 إيليمنت، اشهرهم الاكسجين والهيدروجين والنيتروجين، بتلاقيها على طول بنقول O2 H2 N2. الباقي هتاخده في ثانوي. طيب استفدت من ده ايه؟ حته البالانسنج اللي انت ما فهمتهاش السنين اللي فاتت، هديك نبذه عنها صغنططه كده. حاجه زي الهيدروجين اهي، على طول الهيدروجين هي فيها الكترونيه واحده، فلما يحصل اي حاجه تطلع لي واحده اتوم هيدروجين واحده اتوم هيدروجين، مجرد ما يلاقوا بعض ما يصدقوا يمسكوا ببعض. ليه؟ الشل دي بتشيل 2 والشل دي بتشيل 2. طب اكشلي فيها ايه؟ اكشلي الشل دي فيها واحده بس والشل الثانيه دي فيها واحده بس، ولكن الاثنين عايزين يوصلوا لمرحله استابيليتي، يعني الاثنين عايزين الاوتر موست شيل بتاعهم هو الوحيد اللي عندهم يبقى ماكسيمم، يعني في 2 فيخشوا شيرنج كوفالنت بوند، عشان دي تيجي قصاد الناس تقول لها انا عندي 2 ودي تيجي قصاد الناس تقول لك انا عندي 2 في الاوتر موست شيل، انا مقفله، انا كومبليت خالص عندي الاوتر موست شيل، ولا تعايرني ولا عارف. خد معايا سكرين شوت الحاجتين، ركز مع ده ورقه وقلم بقى، الورقه بتاعتك دي ركز معايا في حاجتين. اول حاجه SO4، SO4 بنعتبره كانها اتوم عندها كام في الاوتر موست شيل؟ عندها 6 الكترونز، يعني ناقصها كام؟ 2. SO4 ناقص له كام في الاوتر موست شيل؟ 2. SO4 ناقص له كام؟ ناقص له 2 الكترونز. طيب نرجع للميتالز، SO4 ناقص له 2، SO4 ناقص له 2. طيب نبص كده، Na اللي هو الصوديوم ده ميتال، عنده كام في الاوتر موست شيل؟ عنده واحده. حلو الكلام، يبقى Na عنده واحده في الاوتر موست شيل، SO4 ناقصه 2. لما بنيجي لو جبنا شويه SO4 وشويه Na حطيناهم على بعض، شويه SO4 وشويه Na حطيناهم على بعض، ندخلهم في كيميكال رياكشن، يعني انا بختصر لك، تفتكر اللي هيطلع لي هيحصل ما بينهم كيميكال رياكشن؟ هيحصل. تفتكر اللي هيطلع لي ايه؟ لاول وهله انت هتحس اللي هيطلع ده هيبقى NaSO4. ما هو انت جبت، ما انت بقى ايه هتحسبها ازاي؟ كانك بتعمل عصير كوكتيل، مانجا على فراوله بقى كوكتيل مانجا بالفراوله. لا، الكيمستري ما بتمشيش كده، الكيمستري ما بتمشيش كده. بتمشي ازاي؟ SO4 بنعتبرها كانها اتوم ناقصها 2 الكترون. Na قلت لك عنده واحده زياده، عشان كده واحده Na بالالكترونيه الزياده بتيجي تدخل في السبوت دي، SO4 بتشد وتجري تسرق الالكترونيه بتاعتها. الناحيه الثانيه واحده Na ثانيه خالص بتيجي يتشد منها الالكترونيه بتاعتها برضه، تتسرق، تطلع من الاوربت، تبعد عنها، تطلع من الاوربت وتدخل في الحته الفاضيه. SO4 المفتري ده سرق الكترونيه من هنا وسرق الكترونيه من هنا، فبدل ما هو نيوترال بقى عليه نيجاتيف 2 زياده، بقت التشارج بتاعته نيجاتيف 2، عشان كده بنحط فوقيه نيجاتيف 2. طب دي خسرت نيجاتيف تشارج، يعني تفوق عندها البوزيتيف تشارج،
بواحد، عشان كده الان ايه بتبقى بوزيتيف 1 والان ايه هنا بتبقى بوزيتيف 1. دي على بعضها بوزيتيف ايون، دي على بعضها بوزيتيف ايون، دي على بعضها نيجاتيف ايون، نيجاتيف بفرق 2، فبتقدر تشد واحده بوزيتيف وواحده بوزيتيف. نوع البوند ما بينهم تفتكر بقى هنا كوفيلنت ولا ايونيك؟ ركز، ايونيك صح. ليه؟ ضعيف مع قوي، ضعيف مع قوي. سرق، بص الالكترونيه دي راحت من الاوربت خالص، طلعت من الاوربت اتسرقت، ده بيتشد ليها بس، البوزيتيف بيتشد للنيجاتيف بس، لكن الالكترونيه كنت اتاخد على قفاه واتسرقت منه. طب لما نيجي نكتب هذا الكومباوند، نيجي نكتب الكيميكال فورمولا دي، هنكتبها ايه؟ ان ايه في منه كام؟ في منه 2 والاس او 4 على بعضها كانها اتوم، يعني في منها واحده، فعندي واحده اس او 4 والان ايه في منهم 2. فكره الكيميكال رياكشنز مش مجرد ان انا بجيب حاجه احط حاجه على حاجه، فلو جبت ان ايه وسي ال هيطلع لي ان ايه سي ال، مش دي الاساس. الاساس اللي بيحرك الكيميكال رياكشن اصلا ويكون لي الكومباوندز الثابته اللي انا بشوفها، وان يخلي كل الكيميكال رياكشنز تطلع كل مره بنفس النتائج، فكره عندي كام الكترون في اخر شيل. بمعنى اصح، لو جبت شويه اس او 4 قد كده وجبت شويه ان ايه قد كده وخلطتهم على بعض، الناتج اللي هيطلع لك ان ايه 2 اس او 4. طب لو جبت شويه ان ايه قد كده وشويه اس او 4 قد كده، الناتج اللي هيطلع لك ايه؟ ان ايه 2 اس او 4 على قد الاس او 4، والباقي الان ايه مش هيلاقي حاجه يعمل معاها كيميكال رياكشن، فهيفضل ان ايه زي ما هو، والعكس صحيح. دي الفكره. عشان كده كل مره لازم هيطلع لي ان ايه 2 اس او 4 ملهاش دعوه بكميه الان ايه اللي انا ادخلها الرياكشن، وما ملهاش دعوه بكميه الاس او 4 اللي انا ادخلها الرياكشن. الكيميكال رياكشن بتعبر عن الكميات القليله جدا، اصغر كميه ممكن تعمل رياكشن مع بعض. طبعا هي اللي بيطلع لك مش ان ايه اس او 4، ده بيطلع لك ملايين من، يعني انت حطيت بتاع قد كده بتاع قد كده بيطلع لك ملايين من الان ايه اس او 4. ولكن لما نيجي نكتبها ككيميكال رياكشن او كيميكال فورمولا بنتكلم على الفرد، بنتكلم على حاجه واحده. طيب تيجي تلاقي لو تفتكر الهيدروكسيد ايون كنا بنعتبرها كانها اتوم عندها 7 في الفالنسي وهتموت وتكملهم 8. الان ايه زي ما قلت لك عنده واحده بس في الفالنسي، وكده كده بيتاكل على قفاه وبيخسرها، فاول لما تحط ان ايه على او اتش بيتسرق، بيتاكل على قفاه، يتسرق الالكترون بتاعته، فالتشارج هنا بص بقت ايه؟ ما بقتش نيوترال، بقت نيجاتيف 1، والتشارج هنا ما بقتش نيوترال، بقت بوزيتيف 1، لان هو خسر واحده نيجاتيف، فالبوزيتيف عنده بقى اكتر من النيجاتيف. وبعد كده نوع البوند اللي هنا ايونيك بوند، جاي نتيجه اتراكشن ما بين البوزيتيف تشارج وما بين النيجاتيف تشارج، والان اي او اتش ده يعتبر اشهر بيز عندي. هنفهم الكلام ده الاساس عشان افهمك البالانسنج. نيجي في معادله مثلا كيميكال ايكويشن زي دي، اتش جي اللي هو ميركوري عامل رياكشن مع الاكسجين، مديني حاجه اسمها اتش جي او، دي ماتيريال انا جبتها على بعض البرطمان اسمها اتش جي او، ميركوري اوكسايد. علامه المثلث ده معناها هيت، دخلت لها هيت انرجي، الهيت انرجي كسرت البوند اللي ما بين الاتش جي وما بين الاو. حلو الكلام. طلعت لي ايه؟ الاتش جي لوحده، وده ميتال ميركوري. استنى عندي ميركوري هنا افرجهولك، استنى، ده ميركوري ميتال ليكويد اهو، بص ميتال ليكويد ميركوري. حلو الكلام. هذا النوع من الكيميكال اكشن هناخده بنسميه ثيرمال ديكومبوزيشن. كان عندك اتش جي او على بعض، دخلت لها انرجي كسرت البوند اللي ما بين الاثنين ده، وات ايفر البوند ده كان ايه، طلع لي ده لوحده وده لوحده. هل تفتكر لسه انا قلت لك حاجه، لو عايز اعمل بالانسنج لدي اظبطها، اظبط الميزان بتاعها، عمرك شفت الاكسجين بيطلع لوحده؟ ما خلي بالك انت لما بتيجي في كيميكال رياكشن زي دي، انت مش جايب مولكيولايه اتش جي او. هتجيب مولكيولايه ازاي؟ هتجيب ملقاط بقى وتاخد مولكيولايه وتحطها وتحط عليها هيت عشان تكسرها؟ تعالى، انت جايب برطمان مليان اتش جي او، جايب كميه كبيره من الاتش جي او، جايب شويه قد كده حتى فيها ملايين من المولكيولز اتش جي او. فلما بتعمل لها بريكنج باستخدام انرجي زي الهيت، بيطلع ملايين من الاكسجين اتومز وملايين من الاتش جي اتوم. افتكر، هل الاكسجين بتطلع لوحدها؟ لا، ما بتطلعش اكسجين اتوم لوحدها كده، بتجري تقفش واحده اكسجين تاني عشان تبقى O2. مفيش حاجه اسمها اكسجين لوحدها، بتبقى O2. اكسجين لوحدها دي في حالات نادره قوي قصه، بس الطبيعي ايه؟ O2. لما بنيجي نظبط بقى البالانسنج بتاع الكيميكال ايكويشن، بنظبطها ازاي؟ بنشوف ايه المينيمم اللي يخلي الانبوت قد الاوتبوت. بمعنى انت جبت نص كوبايه عصير فراوله ونص كوبايه عصير مانجا، اللي هيطلع لك في الاخر كوبايه كوكتيل مانجا على فراوله. مش منطقي ابدا ان تجيب نص كوبايه ونص كوبايه تحطهم على بعض يطلع لك كوبايتين.
يبقى اذا بص بقى معايا، في الاول وفي الاخر دول الاثنين اكسجين اتومز اهي، طلعت هنا 2 اكسجين اتومز عاملين بوند مع بعض في شكل موليكيول، فبقت موليكيول اكسجين. الموليكيول دي فيها 2 اتومز، يبقى اذا المفروض اللي داخل ده عندي كام اكسجين؟ عندي 2. طب هل الاكسجين لوحده؟ لا، ده داخل لازق في الاتش جي، يبقى اجباري دخل عندي 2 اتش جي او موليكيولز. طب ال 2 اتش جي او موليكيولز ميركوريك اوكسايد 2 اكسجين اتومز جواها طلعوا بس بشكل مختلف، وجواها ايه برضو 2 اتش جي، طلعت واحده لا يبقى تطلع 2 اتش جي برضو. ده اللي حصل في البالانسنج. تيجي تلاقي يمين زي شمال في المينيمم، بمعنى داخل عندي 2 ميركوري طلع 2 ميركوري، داخل عندي 2 اكسجين طلع 2 اكسجين. دي فكره الكيميكال بالانسنج. هفكرك البي دي اف ده وبي دي افات الهوم ورك وحاجات تانية كتير بتنزل على جروبات الواتساب. لو انت لسه مش مشترك فايتك كتير جدا، خلي بالك. لو انت لسه مش مشترك فايتك كتير جدا. اللي انا عملته معاك دلوقتي حاولت الم لك الحاجات اللي ليها بالكيمستري اللي فايتك، افهمها لك كما ينبغي، تقديرا بس ان احنا داخلين على شغل هنحتاج شويه حاجات من حاجات. قدر الامكان انا مش عايزك تنجح وخلاص تقفل وخلاص، انا عايز اسسك للسنين اللي جايه عشان تدعي لي. Challenge yourself and good luck.